لان النهارده احنا اللي بيستثمر في الزراعه النهارده بيشتري فدان ميه مش فدان ارض. فايه المكان اللي ميته متوفره؟ سيوه. طبعا احنا في جزيره فتناس، احد المعالم السياحيه في سيوه. كنت عايز اتكلم على حاجه يا ابراهيم، ان سيوه مش مجرد مكان للاستثمار الزراعي، لان اغلب مناطق الاستثمار الزراعي بتبقى الارض في مكان بعيد قوي، واقرب حاجه ليها مثلا حته قريه في المكان في الوادي او في سيوه. لكن ميزه سيوه ان هي حته صغيره كده قد الترابيزه اللي احنا قاعدين فيها. الحته الصغيره ديت السنتر بتاعها هو المدينه، والدايره الكبيره بتاعتها هي الايه، حواليها مثلا ب 20 كيلو داير ما يدور هي القطاع الزراعي. فاي مزارع هنا او اي واحد بيستثمر في الزراعه النهارده بيروح الارض الصبح يشوف ارضه، ويرجع بالليل على المدينه اللي هي بقى ايه، مدينه سياحيه زراعيه صناعيه فيها كل حاجه، وصغيره ومحتفظه بعاداتها وتقاليدها. الميزه في سيوه هنا ان انا بستثمر فلوسي في مكان مش بتاع زراعه، لا ده بتاع زراعه وسياحه وصناعه وكل حاجه. يعني اكبر مكان لصناعه البلح في سيوه، اكبر تجمع لثلاجات ومصانع البلح في سيوه. انا النهارده لو انا عندي حته ارض 5 فدان ولا 10 فدان، يوم ما اجي اروح سيوه انا مش رايح سيوه لحته الارض، ده انا اروح اجيب ولادي واقول لهم تعالوا نروح نقعد في سيوه 3-4 ايام، هنشوف الارض في يوم، وبقيت ال3-4 ايام يوم في جزيره فتناس، يوم في عين كليوباترا، يوم في معبد امون، يوم في السوق، يوم في معالم سياحيه، ماشي بتكعبل في مش في مستثمرين زراعيين، بتكعبل في اجانب من كل دول العالم. يعني سيوه زي ما الحج مقصد لكل المسلمين في كل العالم، سيوه مقصد لكل الراغبين للسياحه في كل دول العالم. بس ميزه يعني مشكله سيوه ان هي لسه الدوله بدات يعني تحطها على دايره الاهتمام، بقى لها 7-8 سنين بدات الحكومه المصريه تحطها على دايره الاهتمام في ايجاد حل لمشكله الصرف الزراعي في سيوه. بدات الدوله تحط حد في مشكله الطريق من سيوه اللي احنا كنا بنجيب في 12 ساعه، النهارده بنجيب 7 ساعات ونص، متوقع خلال سنه من النهارده نجيب 5 ساعات. فميزه سيوه لسه ما جاتش، يعني الحلو في سيوه لسه ما جاش. فدي فرصه لاي حد النهارده عايز يستثمر في القطاع الزراعي يلحق مكان في افضل مكان في مصر ميته كتير للزراعه، لان النهارده احنا اللي بيستثمر في الزراعه النهارده بيشتري فدان ميه مش فدان ارض. فايه المكان اللي ميته متوفره؟ سيوه. ايه المكان اللي كانت مشكلته قبل كده في الصرف الزراعي؟ سيوه. النهارده مشكله كتره الميه النهارده اللي كانت بتعمل صرف زراعي بقت ميزه النهارده عند اللي عنده مشكله في مكان تاني، في يعني ندره الميه ولا زيادتها. يعني زياده الميه بتتحل ان انا اعمل صرف، طب ندره الميه ملهاش حل، حلها ان انا بدل ما ازرع 100 فدان بتوعي او الفدانين بتوعي هزرع نصهم عشان الميه تكفي. فده بس باختصار شديد قوي، واحنا قاعدين على الشمس راحت، يعني باقي كام دقيقه على المغرب تقريبا، 3-4 دقايق على المغرب. وده مكان ده احنا بنجي هنا كل ما اجي سيوه كل اسبوع لازم ازور معلم من المعالم. ما شاء الله، هات كده التبه دي هتلاقي الاجانب هنا بيجوا من العالم كله علشان يقعدوا على شويه الاقفاص وشويه كراسي الجريد دي تصورها يا ابراهيم، يقعدوا عليها ويدفعوا 100 و200 و300 دولار. يعني سيوه نقدر نقول عليها ايقونه للنخيل في العالم.